بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه مصطفى شعبان تكنولوجي. النهارده احنا هنتكلم عن الجي تي 13 برو من شركه ام تاتش. طبعا ساعه يعني سمارت، هي فيها ليها كفاءه وليها مواصفات ومزايا احنا هنتكلم عليها في الفيديو بتاعنا دوت، وهنفتح البوكس مع بعضنا ونعرف محتويات البوكس ايه. احنا بنتكلم دلوقتي، احنا مش هنتكلم عن الاكس 8 الترا الكوبي والساعات السمارت اللي نازله طبعا معانا في السوق، منافسين كتير جدا. خليكم معانا نفتح البوكس مع بعض ونشوف محتويات البوكس ده. طبعا الساعة دي يا جماعة طبعا مقاومة للماء ضد المية يعني، ومدة التشغيل بتاعتها لو هنشتغل على تطبيق 25 يوم، ولو هنشتغل بره التطبيق يعني لو مش هنشغل التطبيق بتشتغل 50 يوم. البطارية بتاعتها 440 ملي أمبير. الشحن بتاعها مغناطيس. ثواني يا جماعة. طبعا احنا في نقطة هنتكلم فيها، ان الساعة دي طبعا بتعرض اسم المكالمات على الشاشة باللغة العربية طبعا، والعرض الشاشة نفسه 1.3 بوصة. طبعا جامدة دي كده. بسم الله. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده طبعا الام تاتش ليها تصميم يعني خاص بيها كده في الشكل والتقفيل والماتيريال الخامة بتاع السمارت. طبعا بينزل مع البوكس الكابل دوت اللي هو المغناطيس. طبعا الشاحن ده نفس شاحن الساعات الاورايمو. طبعا ده الكتالوج، وده ضمان الصباحي. طبعا الصباحي طبعا غني عن التعريف في الضمان، يعني 100% يعني حاجة الله أكبر يعني في السياسة بتاع سياسة الضمان يعني. ثاني أوريكم حاجة هنا. اللي في البوكس فيه سكرين جيلاتين للسمارت. هنشغل السمارت مع بعضنا. ده شكل السمارت يا جماعة، ده شكل السمارت ووتش من ام تاتش. طبعا حاجة كده بسم الله ما شاء الله يعني، روقان 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 يعني. وفيها مزايا كتير على فكرة. انت ممكن تغير الخلفية ديت، تحط صورة ليك شخصية من عن طريق الاستوديو عندك والاقتران بالبرنامج. طبعا انا بصراحة الحاجة الوحيدة اللي هي عجبتني وبسطتني في الساعة ديت انها ضد المية. وبعدين عشان خاطر بس ان الواحد لما يجي يتوضا او يصلي او كده ضد الميه. وبعدين 25 يوم تشغيل مع التطبيق، يعني انت شغال بيها. لو انت مش شغال بيها ومش بتستخدمها في التطبيق منفصله عن البلوتوث والاقتران بالهاتف، بتقعد معاك 50 يوم. جي تي 13 برو.